حاجتين اوعى تعملهم في اللي باقي من رمضان مهما كان مستواك من اول الشهر لغايه دلوقتي، سواء كنت الحائز على جائزه العبد المثالي الذي لا يفوت اي فرد ويقيم الليل من اوله لاخره وختم القران 93 مره، او كنت فارش قدامك اللوح والمخططات بتخترع لنا ذنوب جديده وبتحط مقادير كبائر هنسمع عنها لاول مره، عشان لو عملت الحاجتين دول هتلبس في الحيط. كل الباقي من رمضان باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. وركزوا معايا كويس جدا لان اللي جاي مهم مين؟ اللي جاي هو الاهم. بعد ليلتين هيقابلنا العشر الاواخر اللي فيهم ليلة القدر، واللي هفهمك دلوقتي اهميتها. لكن قبل ما افهمك اهميتها تعالى اقول لك ايه الحاجتين اللي المفروض ما تعملهمش من هنا لاخر الشهر. الحاجة الاولانية فيهم خاصة بالناس اللي كانت بتشتغل كويس من اول الشهر لغاية دلوقتي، فروض، اذكار، دعاء، تلاوة قرآن، قيام ليل، مجتهدين شغالين الله ينور. كان في مثل زمان كده كان بيقول الخيل الهبلة بتجري في الاول. لما يكون في سباق خيل كده وتلاقي الخيل طالعه تجري من اول السباق لاخره رغم ان السباق طويل، وتلاقيهم فجاه كده ابتدوا يبطئوا ويهدوا وتيجي خيل تانية تسبقهم وتكسب السبق. انما الخيل اللي فاهمه تاخد السبق من اوله لاخره صح. فلو انت واحد من اول الشهر مقطع الدنيا يبقى الايام الجايه دي اولى بالتقطيع. تقول لي يا امير انا جايب اخري، اقول لك لا بص لاخرك ده. اقول له حبيبي انت لسه ما جيتش، هات اخرك باخرين كمان يا ابني. بقول لك فيها ليله القدر. فالحاجه اللي لازم تعملها اوعى تغتر بعملك السابق واوعى تهدى في العمل اللي جاي. اما الحاجه الثانيه اللي اوعوا تعملوها في الايام اللي جايه دي موجهه للناس اللي كانوا منفضين مكبرين يكش كانوا بيعملوا ايه في الفتره اللي فاتت. هتقول لي يا امير انت مش عارف العك اللي كنت بعكه من اول الشهر، انا كنت مقيم على الذنوب والمعاصي، انا كنت بعمل وبسوي. هقول لك يا معلم لو كنت بتعبد البقدونس وجيت دلوقتي تتوب وتدخل الاسلام هقول لك يا اهلا وسهلا واسلمت في وقتك التمام. عندنا العشر الاواخر من رمضان، فما بالك وانت مسلم وموحد بالله لكن عندك ذنوب ومعاصي. فان ما كانش دلوقتي وقت التوبه والاجتهاد في العباده هيبقى امتى؟ هتقول لي يا امير ما فات اللي فات. يا عم ما فاتش، اسمع الكلام. بقول لك في ليله القدر، وتعالى اقول لكم ايه ليله القدر دي وايه اهميتها. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هتقول لي يا امير انا صيامي كله كان ذنوب ومعاصي، واكيد زي ما انت قلت في الفيديو يا ان اجري هيقل ويمكن ما يبقاليش اجر، فيبقى فين ايمانا واحتسابا دي؟ اقول لك يا ابني اصبر يا حبيبي. ما هو قال صلى الله عليه وسلم ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هتقول لي قام ايه؟ بقول لك يا امير ما صليتش من اول رمضان. هقول لك بقى خد دي، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليله القدر دي موجوده فين؟ في العشر الاواخر من رمضان. وفوق ليله القدر كمان يا حبيبي في كل ليله ربنا سبحانه وتعالى له عتقاء من النار. مش عايز ربنا سبحانه وتعالى يكتب عنده اسمك انك مش من اهل النار، وربنا سبحانه وتعالى لا يغير كلامه ولا حكم. يعني ان اتكتبت مره مش من اهل النار خلصت يا معلم. يا ابني افهم بقى. فان اجتهدت في الايام القديمه دي ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك باذن الله ويغفر لك ما تقدم من ذنبك وتبقى من عتقاء النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليله القدر خير من 1000 شهر. يا عم امير ما انا عارف يعني هي تساوي في العمل 84 سنه. اقول لك يبقى انت مش عارف حاجه وافهم صح. خير من 1000 شهر، خير يعني اكتر مش زي. وفي من المفسرين اللي قالوا ان 1000 شهر، ال1000 ده كان الرقم الكبير عند العرب فربنا سبحانه وتعالى استخدمه عشان يقرب الصوره للاذهان، ولكن هي اكتر من كده بكتير يا فندم. يعني ممكن تبقى 1000 سنه مش 1000 شهر والله اعلم، وخير ربنا زياده واجر عظيم. بالله عليك دي تتفوت يا جدعان؟ ما هطلع عن شعوري. وقبل ما تقفل الفيديو خد بقى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال انما الاعمال بالخواتيم. الحاجه اللي هتقفل بيها العمل هي دي اللي هتزين العمل كله او هتبوظه وتضيعه. فاللي اجتهد من اول رمضان وجه في الاخر يعك ويبعد ويذنب ويكسل بوظ شغله، واللي من اول رمضان بيعك ويضيع وبعيد وجه دلوقتي تاب واجتهد ده احلى كلام ومقبول باذن الله. واللي احسن منهم هم الاثنين اللي خد السبق من اوله لاخره معلمه.